إذاعة إرنا تأتيكم برامجنا في أيام الاثنين والأربعاء والجمعة من كل أسبوع على نفس هذا التوقيت على الموجة القصيرة بطول 25 مترا. كما يمكنكم متابعة بثنا على القمر الصناعي نايل سات على التردد 11678 على الاستقطاب الرأسي. إذاعة إرنا الدولية إذاعة إريترية مستقلة يشرف عليها صحفيون إريتريون مستقلون، ويأتيكم بثها من باريس. مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات، يسعدنا أن نرحب بكم عبر إذاعة إرنا الدولية في مستهل البرنامج العربي لهذا اليوم الأربعاء الموافق 24 من أبريل عام 2024. كالمعتاد دائما وأبدا مستمعي الكرام، نبتدئ البرنامج العربي بنشرة الأخبار، ثم بعد ذلك تتابعون حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي متابعات من إعداد وتقديم الزميل أحمد شريف. وفي حلقة اليوم يستعرض لكم الزميل أحمد الجزء الثاني والأخير من مقال الكاتب والباحث في الشأن الأفريقي والعلاقات الدولية الدكتور إدريس أبو بكر جميل، والذي يحمل عنوان مشاكل القرن الإفريقي ومتطلبات الحلول التشاركية للتنمية والتعامل مع التشابكات الدولية والإقليمية. وقتا طيبا نرجوه لكم مستمعي الكرام مع فقرات برامجنا لهذا اليوم. المستمعون الكرام، فيما يلي أقدم لكم نشرة الأخبار، أبتدئها بالعناوين. إيطاليا تعتزم توقيع اتفاقيات تعاون مع إريتريا في إطار سياستها للحد من تدفق اللاجئين. الإريتريون في أوروبا يعقدون مؤتمرا لمناقشة قضايا الصحة النفسية للمهاجرين في مدينة لوزان السويسرية. والبرلمان البريطاني يصادق على قرار ترحيل اللاجئين المثير للجدل، ورئيس الوزراء يؤكد أن كل شيء بات جاهزا لترحيل طالبي اللجوء إلى راوندا مهما حدث. كانت تلكم سيداتي سادتي عناوين الأخبار، وإليكم التفاصيل من إذاعة إرنا الدولية في باريس. قال نائب وزير الخارجية الإيطالي إدموندو تشيرلي أن إيطاليا تريد أن تكون أول دولة غربية تتعاون مع إريتريا المعزولة دوليا. ونقلت وكالة نوفا للأنباء عن الوزير قوله إن إيطاليا تقترب من استكمال اتفاقية تعاون لمدة عامين مع إريتريا. وكان الرئيس الإريتري إسياس أفورقي التقى على هامش القمة الإيطالية الإفريقية رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني ومسؤولين كبار لمناقشة التعاون. تجدر الإشارة إلى أن رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني دعت الأسبوع الماضي إلى ضرورة وضع مقاربة جديدة تجاه إفريقيا بما يشمل إشكالية الهجرة. جاء ذلك عقب لقائها الرئيس التونسي قيس بن سعيد في رابع زيارة لها إلى تونس في أقل من عام. وكانت إيطاليا قد وقعت في وقت سابق من العام الماضي اتفاقيات مع كل من ليبيا وتونس للحد من تدفقات المهاجرين عبر أراضيهما مقابل حزم من المساعدات الإيطالية. وتخطط جورجيا ميلوني أيضا لتوقيع اتفاقيات مماثلة تحت ستار التعاون مع الدول التي تشهد تدفق أعداد كبيرة من اللاجئين في إفريقيا جنوب الصحراء. هذا وتعد إريتريا في مقدمة الدول التي يتدفق منها اللاجئون إلى الاتحاد الأوروبي بشكل مستمر. عقد في مدينة لوزان السويسرية السبت الماضي مؤتمر الصحة النفسية الأول من نوعه للإريتريين في أوروبا. وناقش المؤتمر الذي نظمته جمعية جازان الخيرية القضايا النفسية بشكل عام والحالة النفسية للإريتريين في المنفى بشكل خاص. وألقى طبيب الصحة العقلية والأخصائي النفسي الدكتور زروبروخ جبر ماريام محاضرة حول اضطرابات الصحة العقلية في السياق الاجتماعي والثقافي وطرق حلها. وأوضح الدكتور زروبروخ أن العديد من الإريتريين الذين يعيشون في المنفى مروا بعدة محن ويعانون من اضطرابات ما بعد الصدمة والتوتر من صراع الثقافة واللغة والبيئة الجديدة، والذي يؤدي إلى أمراض نفسية مختلفة. من جانبه قال مساعد طبيب الأشعة الدكتور روبيل هبتماريام إن الصحة النفسية ترتبط بشكل مباشر أو غير مباشر بأمراض الجسم الأخرى.
مؤكدا بأن العقل والجسم مرتبطان ارتباطا وثيقا، ويجب على الأشخاص الاهتمام بصحتهم العقلية بالدرجة الأولى إذا ما كانوا يريدون التمتع بصحة بدنية أفضل. وفي المؤتمر قدمت الجمعيات الخيرية الإريترية العاملة في سويسرا وخاصة في لوزان وجنيف الأنشطة والأعمال التعليمية لمساعدة اللاجئين الإريتريين على الهروب من العزلة وضغوطات الاندماج في المجتمع. هذا وتطرق المؤتمر إلى قضايا الصحة العقلية والجسدية مثل اضطرابات المزاج والخوف والتوتر والإصابات والصدمات ونوبات الهلع والاكتئاب واضطرابات القلق وغيرها. وأكد المؤتمر على ضرورة التشجيع على أهمية الصحة العقلية وحث على ضرورة طلب المساعدة الطبية لمن يعاني من مظاهر أعراض الصحة النفسية في جميع مراحلها دون أي تردد. صادق البرلمان البريطاني أخيرا على قرار مشروع قانون مثير للجدل يتيح للسلطات ترحيل طالبي اللجوء الذين وصلوا إلى المملكة المتحدة بطريقة غير نظامية إلى راوندا. وجاءت مصادقة البرلمان على المشروع بعد أن ظل عالقا لأشهر بين مجلسي اللوردات والعموم، قبل أن يوافق اللوردات في نهاية المطاف على عدم إدخال أي تعديلات إضافية على النص، على أن يدخل القانون حيز التنفيذ حال ما يصادق عليه الملك. وكان رئيس الوزراء البريطاني استبق موافقة البرلمان الاثنين الماضي بتصريحات قال فيها إن كل شيء بات جاهزا لترحيل طالبي اللجوء إلى راوندا مهما حدث، ما إن يتبنى البرلمان مشروع القانون المثير للجدل. وكان ريتشي سوناك قد لجأ العام الماضي إلى تشريع طارئ بعدما قضت المحكمة العليا في المملكة المتحدة بأن ترحيل طالب اللجوء إلى راوندا يخالف القانون الدولي. ويرمي التشريع إلى إلزام القضاة باعتبار راوندا بلدا ثالثا آمنا، ويعطي أيضا الوزراء البريطانيين صلاحيات تخطي بنود من قوانين حقوق الإنسان المحلية والدولية. بهذا أصل إياكم مستمعي الكرام إلى ختام النشر الإخباري لهذا اليوم، وقتا طيبا أرجوه لكم مع متابعة بقية فقرات برامجنا. راديو إيرنا. مستمعي الكرام، كما أشرنا في بداية البرنامج تتابعون فيما يلي حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي متابعات، من إعداد وتقديم الزميل أحمد شريف. وفي حلقة اليوم يستعرض لكم الزميل أحمد الجزء الثاني والأخير من مقال الكاتب والباحث في الشأن الإفريقي والعلاقات الدولية الدكتور إدريس أبو بكر جميل، والذي يحمل عنوان مشاكل القرن الإفريقي ومتطلبات الحلول التشاركية للتنمية والتعامل مع التشابكات الدولية والإقليمية. نتابع سويا. إذاعة إيرينا، صوت مستقل لإريتريا. بسم الله الرحمن الرحيم. المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير من إذاعة إيرينا الدولية في باريس. أنا أحمد شريف أحييكم في حلقة جديدة في برنامج متابعات، ويسرني أن أرحب بكم في الجزء الثاني من حلقة الأسبوع الماضي التي قدمنا لكم فيها جزءا من مقالة الدكتور إدريس جميل التي جاءت تحت عنوان مشاكل القرن الإفريقي تتطلب الحلول التشاركية للتنمية والتعامل مع التشابكات الدولية الإقليمية. مواصلة لما بدأناه معكم في مقالة الدكتور إدريس جميل، وهو باحث في العلاقات الدولية، له عاطر الشكر والتحية. نواصل معكم ما بدأناه من حديث في الحلقة السابقة مستمعينا الكرام، وقد توقفنا في الفقرة التي قال فيها وهو يتناول التحديات التي تواجه منطقة القرن الإفريقي. بدأها بالتحديات الأمنية المحلية، ثم عرج إلى ثانيا القوى الإقليمية، وتوقفنا في الجزء الذي ذكر فيه بالقول على العموم إن منطقة القرن الإفريقي والبحر الأحمر أضحت منطقة تجاذب وتفاعل للقوى الإقليمية، مثل الصراع العربي الإسرائيلي، الإيراني الإسرائيلي، الخليجي الإيراني، الإثيوبي المصري إلى آخره.
وتدخل بعض هذه القوى في الصراعات الداخلية، إضافة إلى الحروب الأهلية الجارية في اليمن والسودان. هذه الأمور وغيرها تشكل تحديات أمنية في منطقة القرن الإفريقي والبحر الأحمر. في هذا الجزء توقفنا في الحلقة السابقة عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة. نواصل مقالة الدكتور إدريس جميل، فيقول ثالثا: القوى الدولية. الموقع الاستراتيجي لمنطقة القرن الإفريقي والبحر الأحمر جذب اهتمام القوى الدولية نتيجة لوجود أحد أهم طرق الشحن البحري فيها، والقرب من مناطق إنتاج البترول وطرق ملاحتها، ومنطقة الصراع العربي الإسرائيلي والصراع على مصادرها الطبيعية. كما أصبحت المنطقة جزءا من الاستراتيجية الدولية لمحاربة الإرهاب، وألقت معها سياسة محاربة القناصرة أو القراصنة فيها. هذه الأمور وغيرها دفعت إلى اكتظاظ المنطقة بقطاعات عسكرية من شتى بقاع العالم، من أمريكا، الصين، اليابان، ألمانيا، فرنسا، الهند، إيران، تركيا، وإسرائيل وغيرها، بحجة تأمين سفنها العابرة بهذه المنطقة من القراصنة وأغراض أخرى. وبعض هذه القوى لها قواعد عسكرية ثابتة في المنطقة، مثل الصين واليابان وأمريكا وتركيا، بالإضافة إلى القاعدة العسكرية الفرنسية القديمة إلى آخره. كما أن المنطقة تمثل جزءا مهما لمشروع الحزام والطريق الصيني. ويفهم مما سبق إن منطقتي القرن الإفريقي والبحر الأحمر هما ضمن مناطق الصراع على النفوذ بين الدول الكبرى، الولايات المتحدة الأمريكية والصين وحلفائهما، للأسباب السابقة الاستراتيجية والاقتصادية والأمنية. وبتشكل نظام دولي جديد متعدد الأقطاب، وإن كان حتى الآن في مرحلة البناء وضبط موازين القوى وتوسيع النفوذ. في هذا السياق يشتد اهتمام القوى الدولية بالقارة الإفريقية بشكل عام، والقرن الإفريقي والبحر الأحمر على وجه الخصوص، لما تتميز به هذه المنطقة من ربط استراتيجي بالبحار المفتوحة، خاصة بين مناطق الأورو الأطلنطية والهند الهادي. فالقوى الغربية تتجه لجعل الهند الهادي مسرحا أساسيا لمواجهة النفوذ المتنامي للصين في العالم. وفي ظل هذا الصراع قد تلعب منطقة القرن الإفريقي والقارة الإفريقية بشكل عام دورا مهما في توازن الصراع بين القوى الدولية، ذلك لاتصالها بمناطق الصراع الحالية والمحتملة في آسيا. هذه إذاعة إرنا. أعزائي المستمعين، لا زلتم مع إذاعة إرنا الدولية في باريس، وحلقة في برنامج متابعات. نتابع مقالة الدكتور إدريس جميل، وهو يتحدث عن تحديات وتشابكات ومستقبل منطقة البحر الأحمر والقرن الإفريقي. يقول: ضمن هذا المنظور الاستراتيجي الأوسع، يأتي اهتمام القوى العظمى بالبحر الأحمر بضفتين. إضافة إلى ذلك، إن القرب الجغرافي بين القارة الأوروبية ومنطقة القرن الإفريقي وشمال إفريقيا يشكل تحديا إضافيا للقارة الأوروبية. فعلى سبيل المثال للحصر، خلال العقود الماضية، بسبب الاضطرابات الأمنية في القرن الإفريقي، فقد تدفقت من تلك المنطقة موجات متلاحقة من المهاجرين غير الشرعيين إلى دول الاتحاد الأوروبي. بل والأكثر من ذلك، أن تلك المناطق
قد تستخدم من قبل القوى المناوئة لتهديد أمن أوروبا ومصالحها مستقبلا. ومن هذا المنطلق، إن هذه المناطق بالنسبة لأوروبا تشكل عمقا استراتيجيا أمنيا وعسكريا واقتصاديا، وأن هذا التدافع والوجود العسكري المكثف في المنطقة يشكل مصدر تهديد واقعي ومحتمل لتراجع سيادة دول المنطقة، ويصبح أمرها ومصيرها مرهونا بإرادات القوى الدولية. والأخطر من ذلك أن تجر المنطقة إلى الاستقطابات الدولية البعيدة عن مصالحها. في هذا السياق فقد يتم تقضية الصراعات المحلية لتداخلها مع تلك التجاذبات، وتنتهي بتبعية المنطقة سياسيا واقتصاديا وأمنيا للقوى الدولية، الأمر الذي سيشكل ضررا كبيرا يهدد استقرار منطقة القرن الإفريقي والبحر الأحمر. راديو إيرنا راديو إيرنا كاب كتما باريس محلالة في إرتوران غازيت إنياتا زدالو نتسا راديو. إذن ما هي حلول معضلة الأمن في القرن الإفريقي والبحر الأحمر؟ يجيب على هذا التساؤل بنفسه الدكتور جميل، وسؤال طرحه هو في مقالته. يقول: تعود جذور الهشاشة الأمنية في القرن الإفريقي والبحر الأحمر إلى طبيعة نظم الحكم والحروب الداخلية وبين دولها والتداخلات الخارجية. وللخروج من هذا المأزق يلزم ما يلي: إرساء أنظمة حكم رشيدة في المنطقة تبسط الحريات والثروة والسلطة بالعدل والمساواة بين جميع المواطنين داخل الدولة، والتكامل بين دول القرن الأخرى. أيضا اللجوء إلى القانون الدولي وآليات المنظمات الإقليمية مثل منظمات الإيجاد والاتحاد الإفريقي لحل مسائل الخلاف بين دول القرن. كذلك بناء رؤية أمنية ودفاعية مشتركة شاملة لتعزيز الأمن والسلام في المنطقة، واتخاذ تدابير وآليات مشتركة لمواجهة التهديدات الأمنية والتصدي لها بنهج جماعي. أيضا التركيز على التنمية الشاملة وبناء القدرات المؤسسية والاهتمام بالتكامل الاقتصادي بين دول القرن. أيضا على الصعيد الأمن الملاحي يمكن التعاون والتنسيق مع الدول المشاطئة والقوى الدولية. كذلك فك الارتباط بين الأجندات الداخلية والخارجية التي تتسبب في توتر المنطقة وتجعل الوصول إلى السلام صعبا. وبالمقابل مطلوب من القوى الدولية والإقليمية مساعدة هذه المنطقة للوصول إلى سلام مستدام عبر وضع الخطط لبناء القدرات المؤسسية والفنية والإمكانيات المالية، والتعامل مع هذه الدول من منطلق التكامل وتبادل المصالح. يمكن لهذه القوى إنشاء صندوق للتنمية الاقتصادية في هذه المنطقة لتمويل المشاريع الإنتاجية والأمن الغذائي فيها. كذلك تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لمحاربة التصحر والجفاف، وربط هذا التمويل مع عدا الإنسانية العاجلة منها بالشفافية وسيادة القانون. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. ولأنه كاتب محترف، فقد وضع الدكتور إدريس جميل خلاصة لمقالته المطولة. قال في خلاصته: لمعالجة حدة الصراعات في منطقة القرن الإفريقي والبحر الأحمر لا بد من النظر إلى جذورها التاريخية وشبكاتها المعقدة والفاعلين فيها محليا في داخل الدولة الواحدة أو بين دولها، ومن ثم تقديم حلول تشاركية عادلة وفعالة بين تلك الأطراف، والاهتمام بالتنمية الشاملة في المنطقة
ليس هذا فحسب، بل بناء استراتيجية مرنة تتعامل مع التعقيدات الدولية والتشابكات الإقليمية وفقا لمقتضيات المصلحة، دون الاصطدام مع المنظومة المهيمنة بقدر الإمكان، وتحويل اهتمام القوى الدولية والإقليمية إلى منطلق تكامل وتبادل المصالح والمنافع المشتركة. ذلك ممكن بالنظر إلى عناصر صراع القوى الدولية والإقليمية في هذه المنطقة، فهي عناصر شبه ثابتة على الرغم من تغير محددات التعامل معها حسب تطورات الواقع وتوجهات العلاقات الدولية وصراع الأقطاب فيها، وتحالفات القوى الإقليمية والمحلية مع القوى الدولية، وما يحدث في هذه التحالفات من تبدلات وتغيير المواقف من طرف إلى آخر. الدكتور إدريس جميل. هذه إذاعة إرنا. مستمعينا الأعزاء، متابعي إذاعة إرنا الدولية في باريس، في حلقتين متتابعتين استمعتم إلى مقالة كتبه الدكتور إدريس جميل. المقالة جاءت تحت عنوان مشاكل القرن الإفريقي تتطلب الحلول التشاركية للتنمية والتعامل مع التشابكات الدولية الإقليمية. تعميما للفائدة نقلناه لكم عن مركز الخليج للأبحاث. أيها الإخوة والأخوات، مع الشكر الجزيل للدكتور إدريس جميل على مقالته، إذا كان لديكم رأيا فيما نشر أو إضافة نرجو موافاتنا ومراسلتنا على عنوان الإذاعة أو حتى على العناوين الخاصة بنا نحن، أنا والزميل إدريس سليمان خليفة أبو هاشم، الذي يخرج ويشرف على البرنامج العربي. وتحياتي، أنا أحمد شريف محدثكم في الإعداد والتقديم. حتى ذلكم الحين أيها الإخوة والأخوات، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. استمعتم فيما مضى سيداتي سادتي إلى حلقة اليوم من برنامج متابعات من إعداد وتقديم الزميل أحمد شريف. في ختام البرنامج العربي لهذا اليوم أعود وأذكر بعناوين الأخبار. إيطاليا تعتزم توقيع اتفاقيات تعاون مع إريتريا في إطار سياستها للحد من تدفق اللاجئين. الإريتريون في أوروبا يعقدون مؤتمرا لمناقشة قضايا الصحة النفسية للمهاجرين في مدينة لوزان السويسرية. والبرلمان البريطاني يصادق على قرار ترحيل اللاجئين المثير للجدل، ورئيس الوزراء يؤكد أن كل شيء بات جاهزا لترحيل طالبي اللجوء إلى راوندا مهما حدث. بهذا نصل إياكم مستمعي الكرام إلى ختام البرنامج العربي لهذا اليوم. تقبلوا تحياتي وتحيات الفريق العامل بإذاعة إيرنا الدولية في باريس، وحتى نلتقيكم في البرنامج القادم في أمان الله. هذه إذاعة إرنا.